خليني اوريك انا عامل القهوه النهارده بايه. النهارده كنت اول مره استخدم ماشين. الماشين دي اسمها ديسيني، بتعمل قهوه تركي سريعه وجميله جدا. المكنه الديسيني دي هي اللي انا عامل بيها النهارده الشوت ده. انت بتحط الكاب بتاعك هنا، هي حتى المكان اللي بيتحط فيه الكاب فيها واسع قوي وكبير، وممكن حتى تشيل الجزء ده لو انت عايز تحط حاجه اكبر، بس ما فيش حاجه متهيألي اكبر من كده تركي يعني. بتفتحها من هنا. الجزء ده هو اللي انت بتحط فيه السكر والقهوه بتاعتك، تقفله. بلس ان انت عندك هنا ورا في كونتينر تحط فيه ميه، ده التانك بتاع الميه. سهل جدا التركيب ومش بيسرب وبيسحب هواء على طول، ما فيهوش يعني المشاكل اللي في معظم المكن. وبعد كده في الجنب هنا بتلاقي عندك مجموعه من الزراير. الزرار الاولاني ده وده المفضل بالنسبه لي، ده لما بتدوس عليه بيعمل ايه؟ بيبدا يعمل القهوه اللي هي التسويه البطيئه، بتاخد لها 3 4 دقايق وبتطلع وشها عالي ومظبوطه وجامده جدا. الزرار اللي بعديه بيعمل كاب واحد بس بيعمله سريع، يعني ما بياخدش 40 ثانيه وبينزل. بيبقى حلو، بيبقى لطيف. بس انا بالنسبه لي اللي فوق ده لو انت مش مستعجل هيديك فنجان قهوه جامد جدا، قريب جدا من اللي انت بتعمله على الرماله مثلا. يعني طبعا الرماله اكيد بتبقى مستويه اكتر وبتبقى سخنه اكتر، بس ده هيديك نتيجه قريبه جدا وحلوه جدا. التحتيت 2 كابس، وال2 كابس حلاوتهم بقى انك لما بتعملهم هو كده كده بيسويهم بطيء. ليه؟ لان هو بيحط ميه كتير تاخد وقت اطول، فبتنزل مستويه جدا. واخر واحد اللي هو لو انت عايز تعمل لها دوره غسيل. بس انا يعني اللي عارفه عن الماشين دي ان انت مش محتاج تعمل لها دوره غسيل كل فتره، لسبب بسيط جدا، ان هي اوتوماتيك غصب عنك، يعني ما بتديكش اختيار. في ناس ممكن تشوف ده ميزه وناس ممكن تشوف ده عيب. ما بتديكش اختيار، انت بتعمل القهوه، بعد ما بتعمل القهوه هي اوتوماتيك بتقوم عامله دوره غسيل لوحدها، وتقوم منزله تحت هنا في الكونتينر اللي تحت الميه اللي نزلت من الموضوع. هي طبعا فيها شويه اشارات بقى، وبتعرفك وقت ما بتخلص القهوه، وبتعرفك اول ما بتبقى محتاجه تتنضف والجو ده كله. بس هي في المجمل سهلت لي بصراحه حياتي في القهوه التركي جدا جدا الفتره اللي فاتت. الماشين دي اسمها ديسيني، تمام. واستنوا ان شاء الله الفتره الجايه هعمل لكم عليها شويه ريفيوهات كتير جدا، وهي اللي انا استخدمتها النهارده وانا بعمل الفنجان القهوه العالمي ده من بن العز. انا جبت دي. المكنه دي عامله شغل كويس قوي اليومين دول. عارف انا عرفتها منين؟ وانا في كافكس قابلت عامله شغل عشان سعرها كمان حلو قوي، لان غليت قوي. فلقيت دي سيني دي بقى. جربتها في كافكس فعجبتني جدا، فدحلبت كده وفضلت امشي لحد ما عرفت مين اللي بيجيبها. فرحت واشتريت منه واحده كده، وقلت ايه، اخدها ونجربها ونشوف دنيتها عامله ايه. فبيني وبينك عملت بيها القهوه وش محترم، درجه حراره يعني فوق المتوسطه، بتسوي القهوه كويس. التسويه البطيئه فيها بتاخد لها بتاع 4 دقائق. ففي المجمل عجبتني، فقلت اجربها، اطلع بقى اعمل لها كام ريفيو على كام لايف على كام حاجه، وبناء عليه نقول الدنيا فيها ايه. هستنى منك لو هي المكنه حلوه تحطها في الفروع عندنا، لان احنا بنستخدم اوكا، بس هي غليت. يعني احنا في 3 فروع عندنا اوكا. احنا يعني عندنا ستوك من اوكا، عندنا مثلا بتاع 25 مكنه ولا حاجه. ما شاء الله. فعشان بيبدلوا مع بعض، عشان لو في حاجه عطلت او حاجه زي كده بيبقى عندنا يعني. فلو المكنه دي حلوه هتوفر لنا الامور، بس هي تبقى تشتغل. احنا عندنا المكن بيتكلم. ما اقدرش اقول لك حلوه ولا لا، لان النهارده اول يوم استخدمها. لا استنى بقى منك كده على اخر رمضان ان شاء الله تقول لي الاخبار ايه. هتديني مثلا اسبوع 10 ايام اكون مسكتها بقى، استخدمتها في رمضان وعملت بيها الفنجان والاثنين، وجربتها على البطيء والسريع وشفت دنيتها عامله ازاي، وبناء عليها هقول لك والله لطيفه. طبعا دوس. وكده كده يعني انا اتكلمت مع الناس اللي جايبينها، بصراحه ناس محترمين جدا جدا. فلو عجبتني ولقيتها تمام انا هديك اللينك على طول، تبقى قول لي نجرب منهم كام مكنه كده ونشوف الاخبار ايه ان شاء الله. حلو قوي.